السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. كابتن سيد عبد الحفيظ كان ليه تصريحات امبارح مهمة. أولا كان منطقي جدا في تصريحاته. قال إنه رحيله كان قرار من لجنة التخطيط. خلاص لجنة التخطيط في النادي الأهلي بالاتفاق طبعا مع المدير الفني قررت رحيله عن من مكانه كمدير للكرة في النادي الأهلي. وقال أنا اتبلغت بعد ماتش المصري الأخير في الدوري. خدوا بالكم اللي هو كان يوم ماتش الاهلي في الدوري الاخير على وفق كلام الكابتن سيد كان يوم 26/7. وقال انا ما عنديش مشكله في القرار، لكن كنت حزين ان انا مشيت، يعني ما انكرش ده. وقال انه يعني انا ما تمهدتش في القرار، انا لقيت لجنه تخطيط قاعده بتقول لي كابتن سيد ثانك يو، خلاص ما مهدوليش يعني قبلها يعني في هذا القرار. اتبلغت بدون تمهيد، وده حاجه ضايقتني شويه، وده طبيعي يعني. اي حد في شغله لما بيبقى قاعد فتره كمان ويمشي بيبقى متضايق. قال ان هو بطل كوره بدري كلاعب بسبب الاصابات، وان ربنا كان حاسس ان ربنا عوضه في النجاح في العمل الاداري. قال كمان ان الكابتن محمود الخطيب اول حد رشحه يبقى في منصب مدير الكوره، وحقق نجاح كبير في وجود كابتن الخطيب في المنظومه الاداريه بالنادي، ومفيش اي مشاكل اطلاقا بينه وبين اداره النادي ولا بينه وبين الكابتن محمود الخطيب. كل الكلام ده غير صحيح اللي بيتقال. قال بس ده اللي احزنه القصه بس بتاعت ان هو اتبلغ بدون تمهيد. وقال انه سيد عبد الحفيظ جزء من منظومه الاهلي، لكن هو مش منظومه الاهلي. يعني هو حد يتعامل انه نجاح منظومه الاهلي من عدمها ان سيد عبد الحفيظ مشي خلاص، مفيش حاجه اسمها كده. وده كلام الحقيقه محترم وكلام لوجيك، ان هو جزء من منظومه الاهلي وليس كل منظومه الاهلي. اتسال كمان انه ممكن يبقى في مشاكل بينك وبين الكابتن حسام غالي وكان ليه تاثير في القرار خالص اطلاقا. قال هو من حق الكابتن حسام غالي يناقشني ويناقش اي مدير كوره واي حد هو كعضو مجلس اداره وكمسؤول في لجنه التخطيط او في لجنه الكوره، او مسؤول مع الكابتن محمود الخطيب عن الكوره، انه يسال في كل حاجه ويتناقش في كل حاجه. لكن في الاخر ممكن مدير الكوره يصر على رايه لان هو اللي بيتحاسب في الاخر. لكن لو كان في قرار من مجلس الاداره، اي قرار من مجلس الاداره بيصدر حتى لو متعارض مع راي مدير الكوره لازم ينفذ فورا، بل مدير الكوره بيدافع عنه لانه قرار اداري، قرار من مجلس اداره فاصبح قرار ملزم. اتكلم عن الكابتن خالد بيبو وقال ان هو صديق ملعب وزميل ويتمنى له التوفيق، وان هو بيته مفتوح له باستمرار، وانه بيتواصل معاه طول الوقت. بيقول انا ما خرجتش من النادي الاهلي عشان ارجع له تاني، يعني انا موجود دايما في النادي الاهلي. بيقول ان في اشخاص بتطلع شائعات وتقول ان الكابتن سيد عبد الحفيظ اخذ معاه الملفات وهو ماشي. الملفات ايه اللي خدتها وانا ماشي؟ يعني ما هو في ملفات عشان اخد ده كل حاجه على الكمبيوتر وكل المعلومات على الكمبيوتر بتاع النادي وبتاع الفرقه، كل الكلام ده عارف تماما من الصحه. وقال ان هو تحت امر النادي الاهلي في اي وقت، والناس اتعودت عليا بشكل معين. وبس هو فكره ان هو رفض اي منصب في النادي في الفتره دي، الناس اتعودت عليه بشكل معين، فلو تولى اي منصب تاني دلوقتي في الفتره دي يعني بشكل تاني يمكن الناس يبقى ده عامل ضغط عليه، عشان كده حب ان هو يريح الفتره دي. لكن هو هيبقى موجود في الاهلي في الفتره القادمه وما عندوش اي مشاكل في اي حاجه نهائيا. في اخبار سعيده ان احمد فتوح خلاص اتمرن امبارح ودخل جزء من التقسيمه بتاعه الفرقه فسليم، ان هو جزء من منظومه الاهلي وليس كل منظومه الاهلي. اتسال كمان انه ممكن يبقى في مشاكل بينك وبين الكابتن حسام غالي وكان ليه تاثير في القرار خالص اطلاقا. قال هو من حق الكابتن حسام غالي يناقشني ويناقش اي مدير كوره واي حد هو كعضو مجلس اداره وكمسؤول في لجنه التخطيط او في لجنه الكوره، او مسؤول مع الكابتن محمود الخطيب عن الكوره، انه يسال في كل حاجه ويتناقش في كل حاجه. لكن في الاخر ممكن مدير الكوره يصر رأيه ان هو اللي بيتحاسب في الاخر. لكن لو كان في قرار من مجلس الاداره، اي قرار من مجلس الاداره بيصدر حتى لو متعارض مع راي مدير الكوره لازم ينفذ فورا، بل مدير الكوره بيدافع عنه لانه قرار اداري، قرار من مجلس اداره فاصبح قرار ملزم. اتكلم عن الكابتن خالد بيبو وقال ان هو صديق ملعب وزميل ويتمنى له التوفيق، وان هو بيته مفتوح له باستمرار، وانه بيتواصل معاه طول الوقت.
بيقول انا ما خرجتش من النادي الاهلي عشان ارجع له تاني، يعني انا موجود دايما في النادي الاهلي. بيقول ان في اشخاص بتطلع شائعات وتقول ان الكابتن سيد عبد الحفيظ اخذ معاه الملفات وهو ماشي. الملفات ايه اللي خدتها وانا ماشي يعني؟ ما هو في ملفات عشان اخد ده كل حاجه على الكمبيوتر، وكل المعلومات على الكمبيوتر بتاع النادي وبتاع الفرقه، كل الكلام ده عارف تماما من الصحه. وقال ان هو تحت امر النادي الاهلي في اي وقت، والناس اتعودت عليا بشكل معين. وبس هو فكره ان هو رفض اي منصب في النادي في الفتره دي، الناس اتعودت عليه بشكل معين، فلو تولى اي منصب تاني دلوقتي في الفتره دي يعني بشكل تاني، يمكن الناس يبقى ده عامل ضغط عليه، عشان كده حب ان هو يريح الفتره دي. لكن هو هيبقى موجود في الاهلي في الفتره القادمه، وما عندوش اي مشاكل في اي حاجه نهائيا. عايز اقول كمان انه امبارح حصل موقف ايجابي بإنهاء أزمة، زي ما شفنا كل المواقع والصحف كتبت انه الازمه الخاصه بمستحقات اللاعبين الاجانب الاربعه، سيف الدين الجزيري ونضاي والمسلوسي وسامسون، كان في ازمه لدرجه ان الراجل قال لك انا مش هلاعب سيف الجزيري طول ما هو قالوا ازمه مستحقات ومش مركز. والماتش اللي فات فعلا اخدوا معاه في القايمه، بس ما لعبش طول 90 دقيقه، وكان الزمالك محتاج له في ماتش المقاولين. الماتش اللي قبليه حتى ما دخلوش القايمه اصلا، ماتش بيراميدز، وكان موقف غريب جدا. ولما اتسال في المؤتمر قال لك مش مركز وليه مستحقات وعنده مشاكل. امبارح هاني العتال وهو من المرشحين على منصب نائب رئيس النادي اعلن انه الازمه خلاص انتهت. هو وبعض رجال الاعمال الزملكاويه انهوا مستحقات اللاعبين الاجانب، وهيتم صرف فلوسهم او جزء من فلوسهم بالدولار عشان تنتهي هذه الازمه ويعود الهدوء والاستقرار